لا توجد امرأة آمنة الآن في موجودة في الخرطوم. قد تكون دي الأكثر فترة كارثية في حياة النساء في السودان. اللي انتوا بتقروه دلوقتي ده حقيقي، واللي هتسمعوه في الفيديو ده كله حقيقي، وده تحديدا اللي بيحصل في السودان، واللي ما يقلش ابدا بشاعة عن اللي بيحصل في غزة، بس ما حدش بيتكلم عن الموضوع. السودان بيتم فيها إبادة جماعية وبيتم دفنهم أحياء. السودان بيغتصبوا النساء لدرجة ان النساء بقوا يطلبوا حبوب منع الحمل علشان لو تعرضوا لاغتصاب ما يتمش حملهم. اكتر من 7000 بنت اتعرضوا للاغتصاب، واكتر من 4000 بنت اتعرضوا للتحرش، لدرجة وصلت النساء ان هم يطلبوا ان يكون في فتوى تحلل الانتحار بسبب خوفهم من الاغتصاب واللي بيحصل لهم. قوات الدعم السريع بتقتل اي حد بيعترض طريقهم. قوات الدعم السريع بيمارسوا عليهم اقوى واشد انواع العذاب النفسي والجسدي. السودان لحد دلوقتي مات فيه اكتر من 10000 حد. 80% من المستشفيات خارج الخدمة في مناطق النزاع، و25 مليون مدني في حاجة لمساعدات إنسانية، 19 مليون طفل خارج مدرستهم، و20 مليون شخص بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي. الموضوع بدأ إزاي؟ من يوم 15/4 حصل حرب بين القوات المسلحة السودانية وبين قوات الدعم السريع اللي هم الميليشيا اللي بيمارسوا الحاجات اللي مش كويسة دي. من الوقت ده لحد دلوقتي أدى الحرب والصراع ده لدمار كبير قوي في العاصمة اللي هي الخرطوم، والحرب انتشرت قوي في دارفور في الغرب وكردفان في الجنوب، وتم تهجير المدنيين في مناطق النزاع تحت تهديد من العنف الجسدي والجنسي اللي خدت بيوت الناس واستوطنتها ودمرتها كلها. في اقليم دارفور الغربي بيمارسوا الاباده الجماعيه وعايزين يتخلصوا منهم كلهم. ودلوقتي القتال وصل الى ود مدني في ولايه الجزيره اللي فيها اكتر من 500 الف نازح من الخرطوم. في كذا مفاوضة حصلت ان النزاع ده يتفض، ولكن فشلوا كلهم، ودلوقتي في مفاوضة حاصلة ولسه مستنيين النتيجة. ايه اللي في ايدينا نعمله علشان نساعدهم؟ ان احنا ما نسكتش زي ما مسكتناش عن موضوع غزة، ولازم نتكلم عن كل اللي بيحصل. وتاني حاجة اللي في ايده يتبرع لاخواته في السودان، وهحاول ان انا اجيب لكم وسائل التبرع ازاي. دخل الراجل المشي ذاته ما تقدر تمشي ورجلها. الكلب بيت ان شاء الله 100 دعابي يركبوا فوقها، 100 دعابي بيركب فوقها، بالله نخلوها لين تنقد. عارف هي هسه حاليا ذيك اغتصبت ومكروبه عندنا غادي.